في بداية الفيلم بنلاقي مجموعة من الشباب عاملين حفلة على الشط بعيد عن مدينة لاس فيجاس، وبيبقوا بيشربوا وبيسكروا وبيعملوا كل حاجة حرام، وبيبقى في واحد واقف بيصور الكل وهم بيحتفلوا، لحد ما واحد اسمه ميتش بيخلي الكل يحطوا تليفوناتهم في شنطة علشان محدش يصور أي حد، والكل يعرف يقضي وقت حلو في الحفلة براحته، وبيقول إنهم مش هياخدوا تليفوناتهم دي غير لما الحفلة تخلص. وفي وقت ما الكل بيكونوا بيحتفلوا بجنون، 2 شباب أساميهم جالبرت وفينس بيطلبوا منهم إنهم يجيبوا خشب وحطب يولعوا بيه النار، لكن وهم بيدوروا على الخشب بيلاقوا كورة كبيرة شكلها غريب جدا وحواليها مادة لزجة كده ووشها غريب، وبيقولوا إنهم لقوها في المية، والكل بيكون قرفان منها، وحتى الشباب بيخافوا من اللي شايفينه فبيسيبوها على الشط وبيكملوا حفلتهم، والشباب السكرانين مش بيهتموا للي حصل ده وبيكملوا اللي بيعملوه. وفي المشهد اللي بعد كده النهار بيطلع والحفلة بتكون خلصت، والشباب بيكونوا نايمين على الشط، وبنت اسمها كايلي بتكون نايمة جنب واحد اسمه ميتش، وبيلاقوا نفسهم في مركب، وبعد ما بتصحى بتقرر تمشي، و4 تانيين من صحابهم بيكونوا نايمين في العربية اللي هم شاندا وجونا ورونيو. ولما كايلي بتصحى بتقوم تبص حواليها، وقبل ما تنزل من على البر بتلاقي حمامة بتنزل تقف على الرملة، وبعد ثواني بتلاقي نفسها مش عارفة تطير، فبتفتكر إن رجليها محشورة، لكن بعدين بتلاقي إن الحمامة اتشفطت وغرقت في الرملة، فكايلي بتتصدم وبتحاول تحذر الكل، وبتقول للشباب اللي نايمين في العربية محدش يدوس على الرملة. ولما شاندا بتبص حواليها بتلاقي إن صاحبتها مارا نايمة على الترابيزة وقريبة من الرملة برضه، فبتنادي عليها وبتقول لها ما تدوسيش على الرملة. فمارا بتصحى وهي حاسة إنها دايخة، وبتقوم ترجع بعد اللي شربته اليوم اللي فات. ولما كايلي بتاخد بالها إن رجليها قربت تلمس الرملة بتحاول تحذر مارا، لكن مارا مش بتسمعها، وفعلا مارا بتلاقي إن رجلها اتحشرت أول ما لمست الرملة، وفي حاجة بتشدها لتحت ومش عارفة ترفع رجليها، فبتحاول ترفع رجليها بإيديها، لكن ده بيخلي الموضوع يسوء أكتر، وإيديها كمان بتتشد لتحت، فبتفضل تصرخ وبتبدأ تتبلع واحدة واحدة. ولما الشباب بيشوفوا اللي بيحصل بيتصدموا جدا، وفينس بيحاول يساعدها وبيقوم من مكانه ويدوس على الرملة هو كمان، ولما كايلي بتحاول تمنعه مش بيسمع لها، وأول ما بينزل على الرملة بيلاقي رجليه كمان اتحشرت، فبيتشد لتحت قبل ما يوصل أصلا لمارا، وبيتكعبل ويقع بوشه على الرملة. وفي الوقت ده مارا بتكون اختفت، ومن الناحية التانية فينس بيقعد يصرخ من الوجع وبينادي على روني حبيبته علشان تساعده، ولما بيحاول يرفع راسه بنلاقي إن وشه بيتقطع وجلده بيتسحب لتحت، وروني بتكون مرعوبة من المنظر وهي مش عارفة تعمل أي حاجة علشان تنقذه، وبتنادي على اسمه وهي منهارة، وبنشوفه كمان وهو بيغرق في الرملة وجسمه كله بيتسحب لتحت. وقتها ميتش بيحاول يتصرف وبيحدف له عوامة وبيقول له يحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر علشان يقدروا يرفعوه للكابينة، لكن هو بيكون خلاص مش قادر يتحرك، وفجأة بيتشفط قدام عينيهم. بعد ما الشباب شافوا صاحبهم بيموت قدام عينيهم بيترعبوا وبيحاولوا يفهموا ايه اللي ممكن يكون موجود تحت الرملة، وبيبدأوا يفكروا في حلول وبيحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل ده اصلا وازاي هيقدروا يهربوا. وروني بتفترض ان يمكن البحر اتأثر بالكيماويات اللي الحكومة بتستخدمها في التجارب المجنونة بتاعتهم، لكن جونا بيحس ان ده مستحيل، وبيقول ان دي شكلها رمال متحركة وانهم لو حفروا في الرملة ممكن يلاقوا صاحبهم ده. ولما بيقرروا يتصلوا بحد يساعدهم شاندا بتقول لهم يبلغوا البوليس. جيلبرت لما بيسمع كده بيقول لهم ان التليفونات ممكن تكون لسه شغالة، ولما بيسألوا عن مكانها بيعرفوا ان ميتش الغبي حطها في شنطة العربية واللي شحن بطاريتها خلص بعد ما سابوا الكشافات شغالة طول الليل. ولما جونا بيحاول يشغل العربية مش بيقدر، وده معناه انهم كلهم محبوسين على الشط ومفيش حد هيقدر يساعدهم. وبعد شوية كايلي بتقف عند سلم الشاليه وبترفع ايديها فوق الرملة، فبتلاقي خيوط بيضة خارجة من الرملة وبتحاول توصل لايديها وتسحبها لتحت، وميتش هو كمان بيتفاجئ من المنظر ده. وفي الوقت ده واحد تاني من صحابهم اللي كان سهران معاهم امبارح اسمه جيلبرت بيصحى وبيلاقي نفسه محشور في برميل، فبيقعد يشتم في الشباب علشان حبسوه جواه وهو سكران، وكمان راسمين على وشه ودلوقتي مش عارف يخرج، وبيقول لهم يطلعوه، وبيحاول يلف علشان يعرف يخرج، فالشباب بيقعدوا يزعقوا له وبيقولوا له ما يخرجش من البرميل وإن الوحش اللي في الرملة هيبلعه. وجيلبرت بيستغرب في الأول وبيفتكرهم بيهزروا، لكن بعدين بيلاقيهم بيتكلموا جد، فبيسمع الكلام خصوصا لما بيعرف إن فينس ومارشا ماتوا لما داسوا على الرملة.
وقتها ميتش بيقول لهم إن الطيار هيعلى في الكام يوم اللي جايين، وده هيساعد جيلبرت يخرج من غير ما يحصل له حاجة، ودلوقتي كل اللي مطلوب منه إنه يمسك نفسه ويستنى. وبعدها ميتش وكايلي بيدخلوا الشاليه، وجونا بيبص عليهم وهو غيران جدا، وبنفهم إن كايلي وجونا كانوا في علاقة من قريب لكن انفصلوا ولسه بيحبوا بعض. وكايلي بتكون متضايقة إن جونا مرتبط بشاندا دلوقتي، وشاندا بتحاول تواسي جونا وبتقول له ما يفكرش كتير في الموضوع علشان كايلي عايشة حياتها وارتبطت كمان بميتش. وكايلي وميتش جوه، كايلي بتشك في كلام ميتش وبتقول له إن الطيار حتى لو زاد مش هينقذ جيلبرت، وميتش بيقول لها إنه قال كده علشان يخلي جيلبرت يهدى وما يفقدش الأمل. وبيستنوا كام ساعة بس محدش بيجي ينقذهم برضه. فكايلي وهي بتدور في الشاليه بتلاقي واقي شمس وعلبة كبريت، فبتقرر تحتفظ بيهم للطوارئ وبتحدف واقي الشمس للشباب اللي بره. وجيلبرت بيبقى على تكة وياخد له ضربة شمس. بعدها كايلي بتبدأ تفكر في اللي بيحصل علشان يفهموا ايه الحكاية ويقدروا يلاقوا حل. ولما بيبصوا حواليهم بيلاقوا إن باقي أصحابهم اللي كانوا سهرانين معاهم في الحفلة هم كمان اتشفطوا والرملة سحبتهم. وهنا كايلي بتلاحظ إن الكورة اللزجة اللي طلعوها من البحر بالليل اتقسمت نصين، وده معناه إنها كانت بيضة وفقست، وده بيخليهم يستنتجوا إن اللي بيشفطهم واحد ورا التاني من تحت الرملة عبارة عن كائن خرج من البيضة دي وعايش دلوقتي تحت الرملة وبياكل الناس علشان يكبر. جيلبرت لما بيسمع الكلام ده بيتوتر وبيقعد يحرك البرميل تاني، بس كايلي بتحاول تهديه وبتقوله إن بما إن المخلوق ده لسه مولود امبارح فده معناه إن حجمه صغير. فكايلي بيجيلها فكرة علشان يعرفوا الكائن ده حجمه قد إيه وواصل من فين لفين، فبتجيب سجق من المطبخ وبتبدأ تحدفه على الشط علشان تعرف الكائن ده فين وحجمه قد إيه. وبالفعل بيرموا السجق في أماكن مختلفة علشان يشوفوا هيتشفط فين بالظبط. وفي الوقت ده جيلبرت بيلاقي حمامة وقفت قدامه وبيكون زعلان إن مفيش أكل وصله، لكن فجأة بيلاقي الحمامة بتتسحب لتحت فبيترعب وبيستوعب أخيراً إن أصحابه كان عندهم حق. وفي الوقت ده باقي الشباب بيبقوا معترضين على السجق اللي بيتحدف على الأرض وبيقولوا لكايلي إن ده الأكل اللي باقي معاهم لحد ما يخرجوا من هنا، لكن كايلي مش بتوقف ولسه بترمي السجق في كل مكان، وكل مرة بتلاقي السجق بيتشفط بس آخر سجقة بتفضل ثابتة في مكانها ومش بتتحرك. فالشباب بيفرحوا وبيفهموا إن الكائن ده مش مغطي المنطقة كلها، بس برضه لسه مش عارفين هيبعدوا إزاي من المكان اللي هم فيه. لكن شاندا بتقول لهم مش فارقة علشان المكان اللي الوحش مش موجود فيه لسه بعيد وإحنا ما عندناش طريقة أمان نوصل له بيها. وقتها جونا بيقوم ياخد ألواح التزلج اللي في الكرسي اللي ورا وبيحط واحدة منهم على الرمل وبينط فوقيها، وبعدين بيجيب التانية وبيحطها قدامه وبينط عليها هي كمان، وبيفضل يتحرك بالطريقة دي لحد ما بيوصل للبنش اللي قدامه. والشباب بيفرحوا جدا لما بيلاقوه ما اتسحبش لتحت، ولما بيكون هيقفز على البنش خلاص بيلاقي إن لوح التزلج اللي واقف عليه بيتحرك لوحده، وجونا بيكون هيقع على الرملة والخيوط البيضة بتطلع من تحت وبتوصل لبطنه وبتعوره. لكن جونا بيحاول يبعد والكل بيتخض وهم شايفين مجسات الوحش وهي بتحاول توصل له، وفعلا بتعوره وجونا بيفضل يصرخ من الوجع، وعلشان ينقذ نفسه بينط على البنش بس بطنه بتبدأ تنزف وبينام على البنش من الوجع. وقتها باقي الشباب بيحاولوا يهدوه، والشاب بيقدر يقوم تاني بعد كام دقيقة وبيلاقي شنطة فيها أكل على البنش ده، وهو بيدور في الشنطة بتقع منه موزة بالغلط لكن ما بتتسحبش تحت الرملة، وجونا بيوطي ياخدها وبيلاحظ إنها ما اتسحبتش علشان وقعت على المنطقة اللي كانوا مولعين فيها نار، وده معناه إن الكائن ده ما بيتحملش النار ومش بيخرج في مكان فيه رماد، ولما بيقف على الرماد مش بيحصل له حاجة فعلا، بس بنلاحظ وقتها إن الجرح اللي في بطنه بيسوء أكتر ومصارينه بدأت تخرج من بطنه فبيتخض جدا. وكايلي بتحاول تهديه وبتقول له يحدف أكل من اللي في الشنطة، فجونا بيحدف لأصحابه إزازة المية والحاجة الساقعة اللي لقاها وهو بيصوت من الوجع، ومع الوقت الجرح اللي في بطنه بيكبر جدا، ولما بيحاول يحدف الإزازة لميتش بيلاقي إن الوجع زاد أكتر والنزيف بيزيد معاه فبينام على البنش من الوجع.
وفي الوقت ده ألواح التزلج اللي على الأرض بتتحرك لوحدها، والشباب بيستنتجوا إن ده معناه إن الكائن اللي تحت الرمل بيكبر، وده بيخلي جونا يبقى محاصر تماماً. وكايلي وقتها بتاخد بالها إن الخيط اللي متوصل بكاوتشات العربية بيحاول يحرك العربية، وده معناه إن الكائن بيحاول يبلعهم بالعربية ومفيش قدامهم أي وقت. وميتش بيقول لهم إنه لو جابوا التليفونات هيقدروا يتصلوا بالبوليس علشان يجي يساعدهم. فشوندا وروني بيحاولوا يجيبوا التليفونات من شنطة العربية، وروني بتقرر تطلع هي على غطا العربية وتحاول تفتحه، فبتطلب من شوندا إنها تدي الرسالة اللي كتبتها في مذكراتها لأمها لو ماتت. وبعدها بتقف على شنطة العربية وبتبقى هتفتحها، بس كايلي بتحاول تمنعها وبتقول لها إن الشنطة هتتفتح كلها واحتمال روني تقع، لحد ما كايلي بيجيلها فكرة وبتدي لروني عصاية تسند نفسها بيها علشان تمسك فيها وما تقعش، وفعلا روني بتقدر تفتح شنطة العربية. وفي اللحظة دي بتيجي عربية بوليس ناحيتهم، ولما الشباب بيشوفوها بيتفاجئوا، وده بيخلي روني تفقد توازنها، فبتقفل شنطة العربية بالغلط وبتقفل على ايديها، فبتصرخ من كتر الوجع. وميتش وكايلي بيقعدوا يشاوروا للبوليس وينادوا عليه علشان يجي ينقذهم. وبنلاقي إن اللي جاي ظابط دورية الشط، ولما بيشوف الشباب بيفتكرهم سكرانين علشان الشط مقفول. ومهما كايلي حاولت تقنعه إنه ما يدوسش على الرمل وبتقوله إن في وحش تحت، هو مش بيسمع لها خالص. تشيلبرت بيتحايل عليه إنه يتصل بالجيش علشان اللي على الشط ده ممكن يكون خطر على العالم كله، بس المشكلة إن الضابط بيفتكرهم شاربين مخدرات ومش بيصدقهم، وبينزل من العربية عادي وكمان بيدوس على الرمل. الشباب بيستغربوا لما بيلاقوه ماشي عادي ومفيش حاجة بتحصل له، ولما بنبص على رجليه من قريب بنلاقي إن الخيوط البيضة مش قادرة تخترق جزمته، ولما الضابط بيروح لجونا بيقرف من شكل الجرح اللي على بطنه وبيطنشه تماماً. وجونا بيترجاه إنه يساعده، لكنه بيروح يساعد روني اللي إيديها محشورة تحت غطا العربية، وبيحاول كمان يطلع تشيلبرت من البرميل بس مش بيعرف. ولما الضابط بيستوعب إنه مش هيقدر يساعد حد بيطلب من كايلي وميتش إنهم ينزلوا، وكل ده وهو مقتنع إن الشباب سكرانين. فبيروح بعدها يتكلم مع كايلي، وبعدها بيقول لكايلي تنزل لكنها مش بترضى، فبيتعصب عليها جدا. وكايلي بتحاول تشرح له الوضع اللي هم فيه، وبتقول له إن في ناس منهم مصابة وناس تانية تعبانة وفي كمان ناس ماتت، وعلشان كده محتاجين يخرجوا من هنا بأسرع وقت. وعلى قد ما الضابط بيصمم، الاتنين بيرفضوا يلمسوا الرمل، وده بيخليه يفقد أعصابه، وبيهددها إنه هيستعمل بخاخ الفلفل عليها لو ما نفذتش أوامره. بس لما بيجي يمسك البخاخ المفاتيح بتقع من جيبه بالغلط، ولما بيمد إيده علشان ياخدها إيده بتتسحب أول ما بتلمس الرمل، والمجسات بتسحبه لتحت. وأخيراً الضابط بيفهم إن الشباب ما كانوش بيهزروا، بس الوقت بيكون اتأخر ومش عارف يعمل إيه. فكايلي بتقترح عليه إنه يستخدم البخاخ على الخيوط اللي ماسكاه، وفعلا لما بيستعمل البخاخ وبيرش منه الخيوط بتسيبه، لكن بيلاقي إن دراعه نصه اتاكل والخيوط بترجع تسحبه لتحت مرة تانية، والكل بيتفرج على اللي بيحصل وهم حرفيا مرعوبين. وبعد ما الرملة بتبلعه تماما، كايلي بتاخد بخاخ الفلفل اللي كان معاه وبتسيب الضابط يتاكل بما إنه ما سمعش كلامها. ودلوقتي بعد ما بقى معاهم حاجة تانية يقدروا يستخدموها ضد الوحش، ميتش بيفكر في خطة يهربوا بيها، وبيقول إنه يعتبر أسرع واحد فيهم وده هيساعده إنه يهرب أحسن. وبعد كده ميتش بيقرر يلبس حاجة في رجله وبيربط فوط حوالين رجليه علشان يطلع يجري ناحية عربية البوليس ويعدي ياخدهم واحد واحد. وبيكون مقتنع إن طالما جزمة الضابط قاومت الخيوط فده معناه إن الصندل اللي هو لابسه هيحميه هو كمان بعد ما يرش عليه بخاخ الفلفل. فشوندا بتساعده وبترميله الفوطة اللي معاها، لكن السور بتاع سلم الشاليه بيتكسر وبيخلي ميتش يقع على الرملة، وكايلي بتحاول تمسكه بس مش بتلحق، وبنشوف ميتش بعد ما وقع والخيوط ماسكاه من كل حتة وبتسحبه لتحت، وبيبدأ يصرخ جامد وبيقول إنه مش حاسس بأي جزء في جسمه، بس مفيش حد من صحابه قادر يوصله أو يساعده، وبكده الوحش بياكله كله في ثواني وبيسيب وراه بس بقعة دم. وهنا كايلي تستوعب إن محدش فيهم هيقدر يعيش لو فضلوا على الحال ده، فبتبص على السور اللي بيتحرك فوق الرملة وبيجيلها فكرة، فبتقوم كسرة جزء تاني من السور وبترميه لشوندا علشان تستخدمه ككوبري وتوصل بيه للعربية، وبعدها بتنط وبتمشي على السور ده لحد ما بتوصل للعربية.
وأول ما بتوصل بتقوم ضربة شوندا بالقلم علشان بتحاول تقرب من الإكس بتاعها، وشوندا علشان عارفة إنها غلطانة مش بتضربها وبتلم الدنيا. بعدها الاتنين بيساعدوا روني علشان تطلع ايديها من تحت الغطا، وبيلفوا ايديها المتعورة بحتة قماشة، وكايلي بتحاول تواسي جيلبرت وبتقوله انهم هينقذوه اول ما يلاقوا طريقة يوصلوا بيها للبرميل، ودلوقتي كل اللي مطلوب منه انه يستنى وبس. وفي الناحية التانية جونا بيكون لسه نايم على البنش وبيقول لكايلي إنه بيحبها، فكايلي بتقوله على خطتها وبتشرح له إنها ناوية تستخدم السور ده ككوبري، وبكده هيوصلوا لعربية البوليس وتعدي تاخد كل واحد منهم. وفعلا شوندا بتمسك السور وبتحركه على الرملة وبتمشي بالراحة لحد ما بتوصل أخيرا وكايلي كمان بتروح وراها، والتلاتة بيبقوا في أمان على البنش. ولما روني بتروح وراهم بتلاحظ إن الدم اللي بينزل منها بيخليها ضعيفة أكتر وبتخليها تفقد توازنها، فبتقع على الأرض، وطبعا الخيوط بتشم ريحة الدم فبتوصل لإيديها اللي متعورة وبتسحبها لتحت. فكايلي بتحاول تنقذها وبترش من بخاخ الفلفل ده على الخيوط، والموضوع بينفع فعلا، بس الخيوط بتبعد لمدة ثانية بس، وبعدها الكائن بيقوم شافط روني مرة واحدة. ودلوقتي بيكون فاضل 4 ناجين بس، وبيقرروا يكملوا خطة الهروب. بعد كده شوندا بتلف فوطة وشنطة قماش حوالين رجليها وبترش عليها بخاخ فلفل زي ما ميتش كان عايز يعمل، وبتجري على الرملة وبتنط على شنطة العربية قبل ما الخيوط تمسكها. وجيلبرت وهو بيشجعها على اللي عملته بيتهز وبيلاقي جسمه اتعور من البرميل وبينزف جامد جدا، والدم بيجذب الخيوط دي. فالبنات بيقولوا له يمسك نفسه لحد ما يجوا ينقذوه، بس في الوقت ده الكائن بيكون دخل جوه البرميل وبيسحب رجله، فجيلبرت بينزف من بقه، وبعدها على طول بنلاقي مجسات خارجة من البرميل وبتنزله تحت الرملة. وبعد اللي بيحصل قدام عينيهم ده شوندا بتنهار وبتقعد تعيط، والوحش بيستغل الفرصة، وبعدها المجسات دي بتهز عربية البوليس كمان، وده بيخلي شوندا تقع وراسها بتتخبط في العربية وبتفقد الوعي. وكايلي بتقعد تنادي عليها من الناحية التانية علشان تفوق، وبعد كام ساعة الليل بيليل وكايلي بتكون لسه قاعدة على البنش مع جونا اللي بيموت. وأخيراً بتقدر تصحي شوندا اللي كانت بقالها كذا ساعة فاقدة الوعي. وبعد كده شوندا وهي بتدور في العربية بتكتشف إن في عوامة محطوطة فوق عربية الضابط، فبتستخدمها علشان توصل للبنش، وبعد ما بتوصل لأصحابها بتاخدهم وبيرجعوا الناحية التانية بمساعدة كايلي بما إن جونا متبهدل على الآخر. فالتلاتة بيقدروا يوصلوا للعربية عن طريق العوامة دي، وشوندا وجونا بيركبوا، بس قبل ما كايلي تلحق تركب معاهم بتلاقي مجسات ضخمة وبتنور بتهاجمها، وكايلي بتكون لسه ما وصلتش للعربية، والكائن ده بيكون نموه اكتمل دلوقتي خلاص. فكايلي بتنط على شنطة العربية وبتلاقي جردل البنزين، فبتستخدمه علشان تولع بيه في المجسات دي، بس الوحش بيهاجمهم تاني وبياخد منها برميل البنزين وبيرميه بعيد. بس كايلي مش بتستسلم برضه، وبعد ما بتاخد آخر برميل بنزين من العربية بتقوم وتكبه حوالين المكان، وبتعمل كمان دايرة بنزين حوالين العربية. وقبل ما الوحش يهاجم تاني كايلي بتاخد علبة الكبريت اللي لقيتها في الشاليه وبتولع في البنزين ده، وبعدها بتدخل العربية مع أصحابها وبيتفرجوا على الوحش وهو بيولع قدامهم، وفي نفس الوقت بيحاولوا يحموا نفسهم من مجسات الوحش اللي بتحاول تهاجمهم وبتحاول تدخل العربية كمان. وبعد شوية أخيراً الوحش بينسحب، وبعدها الدنيا بتبقى هدوء تماماً. وشوندا وكايلي لما بيبصوا على صاحبهم بيلاقوا إن جونا خلاص مات، فبيحضنوا بعض وبيقعدوا يعيطوا على حبيبهم وعلى باقي أصحابهم. ودلوقتي بيتفقوا إنهم ما عندهمش أي حل تاني غير إنهم يستنوا في مكانهم لحد ما يجي بقى أي حد ينقذهم، وبيحضنوا بعض بعد يوم كامل من الرعب اللي عاشوه. وتاني يوم الصبح بيجي واحد يخبط على شباك العربية بعد ما شاف إن الشباب اللي جوه نايمين وبيصحيهم، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا إن الوحش مشي خلاص، وبيقدروا كمان يدوسوا على الرمل عادي من غير أي مشاكل. وبعد ما بيسيبوا جثة جونا في العربية بيمشوا من المكان وهم مصدومين من اللي حصل، وبناخد بالنا إن المنطقة كلها بقت عبارة عن حفرة كبيرة، والراجل بيتصل بعربية الإسعاف. وفي المشهد الأخير بنشوف الكائن ده وهو في المية، وبنكتشف إنه عبارة عن قنديل ضخم ورايح ناحية رصيف سانتا مونيكا. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة، وبتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.